السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. ونبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جيتكم اليوم بواحد الفيديو ديال واحد العصير اللي كيجي بسيط سهل مغذي صحي بزاف وفي نفس الوقت لذيذ وغير مكلف. فإلا جربتوه كونوا اكيدين ما غاديش تستغناو مازال عليه، غينفعكم في رمضان وحتى في الايام العاديه، لانه كيجي لذيذ. يعني اللي ذاقوا عندكم غادي يسحبوا فيه الفواكه الحمراء سواء فري سواء فخوي دو بوا، وهو راه ما فيه نهائيا الفواكه، يعني ما فيهش حتى فاكهه. فهذا يعني حنا في الدار دخلنا فيه فاش دارتو لينا ماما اول مره، لانه هي الله يعطيها الصحه حتى هي اللي بداته من راسها الصراحه، وجا زوين. وكنقول ليها شنو فيه المذاق ديال الفواكه، فيه الفريز، شنو اللي فيه بالضبط. المهم راه ما فيش نهائيا الفواكه. غير تبعوا معايا المقادير ان شاء الله وغادي يعجبكم. فبالنسبه للمقادير هنا عندي الباربه. الباربه غادي تشدوها، غادي تغسلوها مزيان مزيان، يعني ماشي غير غادي تقولوا نسلقوها غير غسله عاديه، لا، لاننا داك الماء ديال الباربه فاش تسلقات غادي نحتاجوه. يعني غادي نغسلوها ونحيدوا ليها داك الشتوره ديالها، يعني الريوسه بجوجهم، ونغسلوها مزيان. عاد نقدروا نديروها تسلق بالطريقه العاديه يعني ديالها، لانه كي قلت لكم ها نتوما كتشوفوا راه غادي نحتاج واحد الكاس من الماء ديال الباربه، لانه كيكون غني بالفوائد حتى هو كي كتشوفوا غني بالحديد. وبالنسبه لهذا العصير فراه انا ولادي ما كياكلوش الباربه، وهذا العصير كيدوخوا فيه وكيشربوه، لانه ما كيكونش فيه نهائيا المذاق ديال الباربه. صافي كي قلت لكم هنا عندي تقريبا واحد 3 ديال الحبات ديال الباربه كبارين اولا 5 صغار. عندي هنايا واحد الكاس من الماء ديال السلق ديال الباربه، ما تستغناوش عليه، راه زوين هذاك الماء وكيكون غني. غير كي قلت لكم تكون الباربه مغسوله مزيان. صافي عندي هنايا واحد الكاس ديال رايبي، هذا هو السر ديال النكهه، هو وهذا الكاس هذا الاخر اللي كتشوفوا فراه ماشي حليب، فهو اللبن. كتجي يعني كيجي واحد العصير رائع باللبن. انا صراحه بزاف د الوصفات كندخلوا فيهم اللبن، لانه صحي مفيد، راه كيكون صحي اكثر من الحليب، وفي نفس الوقت كيجي زوين، يعني مذاقه رائع. فكديروا كي قلت لكم كاس ديال الماء فاش تسلقات الباربه، كاس درايبي، واللبن راه كديروا القياس اللي بغيتو. انا هاد الكاس عندي فكيهز تقريبا نص لتر. المهم انا فاش يعني في الطوطال عندي ديال السوائل تقريبا واحد ايترو بلا رايبي وبلا الماء اللي تسلقات فيه الباربه. ولكن نتوما كي قلت لكم فرا كديروا عينكم ميزانكم على حسب الباربه شحال عندكم الكميه. يعني الا شفتوا الخليط خاطر بزاف فكتزيدوه شويه ديال اللبن، الا شفتوه خفيف زيدوا الباربه. المهم راه كيبقى داكشي حسب الكميه اللي عندكم نتوما. بالنسبه للسكر فراه كديروه حتى هو حسب الذوق، يعني الانسان كل واحد والحلاوه اللي كيبغي. كاين اللي كيبغي الحلاوه كثيره، وكاين اللي كيبغي غير شي شويه د الحلاوه، ولكن هي يعني في الحلاوه المعقوله هو انه كيكونوا 3 المعالق كبار ديال السكر ديال السنيده زعما في نصف لتر. يعني الا عندكم يترو كديروا 6 المعالق كبار. انا دائما كنحاول نقص، كندير 5، فهنا درت 5 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده. وخلاص هذيك الباربه كتقطعوها، راه كتكون مسلوقه. صافي وكتطحنوا الخليط كامل، كتزيدوا عليه داك رايبي وكتطحنوه. وما نعاودش ليكم واحد اللذه كتكون فيه. فهاد العصير هذا غير جربوه على ضمانتي، والله الا كيجي زوين بزاف. كي قلت لكم انا يا وليداتي ما كياكلوش الباربه، وبهذا العصير هذا فكيشربوه هما دايخين، ما عارفينها واش باربه، ما عارفينها واش فواكه حمراء، ما يعني راه النسمه ديالو كتكون مبدله سبحان الله، ما تقوليش نهائيا باربه. لانه الباربه كيبان المذاق ديالها الا درتيها مع الماء مثلا اولا مع الليمون، فكيبان داك لوغو ديالها مجهد. ولكن مع هذا اللبن هذا ما كيبانش نهائيا، كيطغى عليها المذاق ديال رايبي والمذاق ديال اللبن، كيولي مهم بحال طحنا الفواكه. فهذا اعتمدوه لرمضان، راه صحي مفيد. وكي قلت لكم بلا رمضان راه مفيد وغني بالحديد، غني بزاف ديال الفيتامينات. بالنسبه للبن فاللبن تقدروا ديروا اللبن يعني اللي كنشريو من الحانوت ديال الكرتونه ولا ديال ديك الميكا، وتقدروا ديروا اللبن ديال لابار نتوما شنو بغيتوا. يعني حتى الا كان اللبن د العبار من النوعيه الجيده فراه كيكون زوين وكيكون صحي. صافي غنطحنوا الخليط، وكي كتشوفوا غادي نحصلوا على العصير فكيجي خاطر. حاولوا ما تكثروش يعني السوائل باش يجيكم بحال هكذا خاطر. المهم هذيك الكميه اللي درت انا ديال الباربه
فكفاتني فيها كي قلت لكم اطرو ديال السوائل. وهانتوما كتشوفوا القوام ديالو واللذه ديالو رائع رائع رائع. انا دابا كنمونطي في الفيديو، وصراحه ما كرهتش نعاود نمشي ندير واحد اخر ونعاود نشربو لانه لذيذ الصراحه. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم، وإلا جربتوا هذا العصير فخليوها لي في التعاليق. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، وما تنساونيش بجيم لايك اعجاب وكذلك التعليق ديالكم اللي كيزيدوا يشجعوني. وإلا كنتوا اول مره كتشاركوا في القناه اول مره كتشوفوا القناه فما تنساوش تشتركوا فيها، ضغطوا على الزر ديال ابوني سبسكرايب اشتراك، وكذلك فعلوا الجرس باش يبدا يوصلكم كل جديد. الف مرحبا بكم، مرحبا بالناس الجداد اللي دخلوا عندي. فان شاء الله مازال غادي ندير، يعني بديت في هذه السلسله، مازال غندير يعني عصائر اخرين بلا فواكه بطريقه سهله وبسيطه، صحيين ولذاذين، غيعجبوكم ان شاء الله. منها نيت هاد الغلاء الاسعار اللي كاين دابا نقتصدوا شي شويه. يلا خليت لكم الراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم.